تخيل أنك كرستي حياتك كاملة في شي حاجة، ضحيتي بكل شي وحتى واحد ما كان كيثيق في الرؤية ديالك، وملي أخيرا تحقق الحلم اكتشفتي أنك صنعتي وحش ما قادينش عليه. هاد القصة ماشي ديال فيلم خيالي، هاد قصة ديال جيفري هينتون، الراجل اللي كيعتبر الأب الروحي للذكاء الاصطناعي. في السبعينات كان جيفري هينتون شاب كيشوف العالم بطريقة مختلفة. الناس كاملين في هذاك الوقت كانوا كيآمنوا بواحد الحاجة، بلي لي زورديناتور عمرهم ما يقدروا يفكروا بحال البشر. لكن هينتون كان كيفكر في العكس، وكان متأكد أن الدماغ البشري راه غير شبكة من النورونات، وإلا قدرنا نقلدوها غادي نوصلوا للذكاء الاصطناعي حقيقي. لكن كان واحد المشكل كبير في ذاك الوقت، البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي كان محصور في طريق واحد: المنطق والبرمجة الصلبة. يعني لي زورديناتور خاصها قواعد صارمة بحال شي آلة كتطبق أوامر وصافي، بلا ما تحاول تفهم ولا تتعلم. وداك الشي اللي كان كيدير هينتون كان ضد التيار. هينتون كان كيحاول يقنع العلماء باللي النورال نيتورك ولا الشبكات العصبية هي المستقبل، ولكن كان كيتواجه مع الرفض من كبار الباحثين. تخيلوا حتى النازا ومراكز بحثية عالمية سدوا ليه الباب في وجهه، وقالوا ليه هادشي مضيعة على الوقت، عمرك ما غادي توصل لشي حاجة حقيقية. لكن هينتون كان عنيد، رفض الاستسلام، خدم بوحدو وفلوسه الخاصة، وحتى ملي فقد الدعم الأكاديمي قرر يكمل الأبحاث ديالو بطريقة مستقلة. في عام 1986 قدر يبرهن أن الشبكات العصبية ممكن تتعلم بنفسها باستعمال تقنية باك بروباغيشن. هذا الاكتشاف كان ثورة حقيقية، ولكن حتى واحد ما عطاه الاهتمام الكافي. سنوات وسنوات وهينتون خدام كيحاول يقنع العالم بالقيمة ديال الشبكات العصبية، ولكن قلال اللي كانوا كيآمنوا به. حتى 2012 في هذا العام قرر هو والفريق ديالو يشاركوا في مسابقة عالمية للذكاء الاصطناعي. النتيجة أن النموذج اللي خدموا عليه دمر كل المنافسة وتفوق. فجأة كل شي بدا كيتسابق باش يخدم تقنيات هينتون. جوجل شراه هو وفريقه بملايين الدولارات، ومايكروسوفت وفيسبوك بداو كيستعملوا نفس الطرق، وعالم الذكاء الاصطناعي تبدل كليا. لكن الفرحة ما دامتش. مع النجاح الكبير ديال الذكاء الاصطناعي بدا هينتون كيحس بشيء غريب: واش خلقنا وحش ما قادينش عليه؟ في 2023 خرج هينتون تصريح صادم وقال: ندمت أنني خدمت على الذكاء الصناعي وخايف من المستقبل ديالو. اليوم الذكاء الصناعي ولا كيتطور بوحدو، وولات الشركات الكبرى بحال مايكروسوفت، جوجل، اوبن اي اي كيتسابقوا باش يطوروا ذكاء اصطناعي متقدم. هينتون كيقول ان في المستقبل القريب الذكاء الصناعي يقدر يخرج على السيطرة، ماشي غير من ناحية الوظائف اللي غيتسرقوا، ولكن يقدر يستعمل حتى في الحروب. القصة ديال جيفري هينتون واحدة من القصص الدرامية في العالم التكنولوجي. شحال من واحد كيحلم يختار شي حاجة ثورية، ولكن قلال اللي كيفكروا في العواقب ديالها. شنو الرأي ديالكم؟ خلونا في لي كومونتير، واش بصح هينتون هاد الندم ديالو مبرر ولا غير كيزيد فيه شي شوية؟ نجي نرجعوا شوية للمسيرة الأكاديمية ديال جيفري هينتون. جيفري تزاد نهار 6 ديسمبر 1947، كان كيقرا علم النفس التجريبي في كامبريدج، وخدا لا ليسونس ديالو في 1970. ولكن من بعد قرر يبدل الدومين، هي باش مشى للذكاء الاصطناعي، وتما كمل قرايته. خدا الدكتوراه ديالو في 1978، تما بدات المسيرة ديالو. خدم في جامعات كبيرة وكثيرة، منهم جامعات في الإنجليز وجامعات أمريكية بحال في كاليفورنيا. ولكن في 2013 غادي يولي معروف بزاف بفضل الخدمة ديالو على الشبكات العصبية الاصطناعية اللي غادي دير واحد الثورة في عالم التكنولوجيا. هينتون كان من المؤسسين ديال معهد فيكتور في تورونتو، وخدم كمستشار علمي رئيسي في هذا المعهد. هذا المعهد غيولي من أبرز المراكز البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي. في عام 2018 خدا جائزة تورينغ مع يوشوا بينجيو ويان ليكون، وتلقبوا بثلاثة بهم بعرابي الذكاء الاصطناعي. الخدمة ديالهم كانت مركزة على تطوير الشبكات العصبية والتعلم العميق Deep Learning و Neural Networks، اللي مهدت الطريق للأنظمة بحال تشات جي بي تي. دابا في 2023 هينتون قرر يستقل من جوجل، وعبر على الندم ديالو على الخدمة في هذا المجال. حذر من المخاطر ديال الذكاء الصناعي، وقال باللي ممكن يتجاوز القدرات ديال الدماغ ديالنا، وكيخاف من سوء الاستخدام ديالو من طرف جهات خبيثة. هينتون كان من الناس اللي كيحذروا من الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، وكيخاف من التأثير السلبي ديال الذكاء الصناعي على سوق العمل. في المسيرة ديالو كاملة حصل على بزاف الجوائز اللي ذكرنا من قبل، وكاين جائزات أخرين منهم روميل هارت في 2001، جائزة اي جي سي اي اي للتميز البحثي في 2005، وميداليات أخرى في كندا. اليوم هينتون كيبقى واحد من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي، وخدمته أثرت بزاف في التكنولوجيا الحديثة،
ولكن المخاوف ديالو كتخلينا نفكروا في المستقبل ديال هاد التكنولوجيا وكيفاش غادي نتعاملوا معاها. إلا وصلتي حتى لهنا شكرا على المتابعة وما تنساش تشاركوا الفيديو مع صحابكم.